تحول الآن لنقل هذه الكلمة لكمال كليجدار أغلو من هنا من أنقرة. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. شكرا. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili halkım, شعبي العزيز، hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم. ما كان بوسعي أن أسكت عن النظام غير العادل وأن أتحول إلى شيطان أخرس، وما كان بوسعي أن أسكت عن آلامكم أمام أيضا تمتع أعداد كبيرة من اللاجئين بامتيازات، وكذلك ما كان بوسعي أن أتغاضى بأن يتم أيضا انتهاك حقوقكم وأن يدخل أطفالكم وهم جوع الفراش، وكذلك ما كان أن أتغاضى عن معاناة المزارعين ومن هكاري إلى أديرنا ومن سينوب إلى هاتاي، كلنا نمثل عائلة واحدة، وما كان لي أن أتغاضى وأسمح بأن يقع خلاف وتضارب بين أفراد عائلة واحدة، وما كان بوسعي أن أترك شعبي وهو نعم يركع تحت الأعباء الثقيلة، وأنا بصفتي نعم صاحا وعما وصديقا لكم ودائما دافعت وناضلت من أجل حقوقكم حتى لا يدوس عليكم أحد وحتى لا تختلفوا فيما بينكم وحتى تنعموا بأمن وأمان وفي الثراء، وسأستمر في نضالي. الآن أطلب منكم شيئا من أجلكم ومن أجل أبنائكم ومن أجل جهودكم ومن أجل أمهاتكم ومن أجل آبائكم ومن أجل المزارعين ومن أجل التجار، ولا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية، وإننا قد رأينا نعم مرحلة انتخابية غير عادلة في المرحلة الأخيرة، وقد تم نعم تسخير جميع الإمكانات لقدرات شخص واحد، ونحن وإن تحالف الشعب الذي وقف ضد ذلك، وأنا أريد أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء تحالف الشعب ومن دافع وحمى صناديق الاقتراع، وكذلك شكر موجه إلى الشباب والنساء وهم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديمقراطي، وأنا أحييهم بكل محبة واحترام. وفي هذه الانتخابات قد تجلت إرادة الشعب ورغبة الشعب في تغيير نظام استبدادي رغم العراقيل بشكل جلي، وحزب الشعب الجمهوري يستمر في نضاله من أجل إحلال الديمقراطية الحقيقية في البلد، وسنظل سباقين في هذا النضال ونحن سنفعل ذلك. وإن سبب حزني الحقيقي أن هناك معاناة كبيرة تنتظرها بلادنا، ونعلم أننا نحن من سيقف ضد كل هذه المعاناة بالدرجة الأولى. وكذلك أنا أشكر جميع الناخبين المصوتين لي وعددهم أكثر من 25 مليون. مسيرتنا مستمرة وأريد أن أراهم وهم يسيرون بثبات ونحن هنا.